تركيا ما بين القوميين وحزب العدالة والتنمية. وهذا أمر أصبح واضح جدا. خلال الأيام القادمة راح تشوفوا هذا الصراع اللي راح يحصل في داخل تركيا ما بين القوميين وما بين أك بارتي. وهذا راح تكون الشعيرة التي أو الشعرة التي ستقسم ظهر البعير في الفترة القادمة. ليس شخصية بختشلي، أنا قلت لكم شخصية بختشلي لابد أنه تنتهي من الساحة، لأنه هي الشخصية القوية جدا اللي هي كانت تكبل أردوغان بشكل كبير جدا، أنه ما ينطلق نحو التفرد بالحكم لوحده. الآن يتم التخلص من شخصية بختشلي، لكن كحزب مهبي هناك صراع كبير جدا مع أك بارتي غير واضح. لكن خلال الفترة القليلة القادمة راح تشوفوا بدأ الصراع في مؤسسات الدولة التركية ما بين القوميين وأك بارتي، لأنه أك بارتي خلال السنوات اللي فاتت خسرت كثير من الدوائر الحكومية، وخصوصا دائرة القضاء التركي والمحكمة الدستورية والنيابة العامة. كان مصر بختشلي انه تكون هاي المؤسسات كلياتها، يضمن هو انه يكون شريك في السلطة بشكل مستمر، انه تكون هاي السلطات بإيد مهبي. الآن أردوغان يطمح لإعادة كل هذه المؤسسات مرة أخرى لسلطة أك بارتي، وهنا راح يحدث صراع كبير جدا. طبعا شفنا أيضا خلال الأيام اللي فاتت قام أردوغان باعتقال كبار رجال الأعمال اللي موجودين في تركيا، وهذا يسمى دق إسفين كبير جدا في عجلة الاقتصاد التركي. وهذا راح يسرع بشكل كبير مسألة الضغط على الاقتصاد التركي بشكل كبير، لأنه رؤساء الأموال واللي أصحاب الودائع اللي حطوها في البنوك التركية سيتم سحب تلك الأموال، وخصوصا الأموال الأجنبية في البنوك التركية بشكل سريع، خوفا من أنه تنهار البنوك التركية، لأنه البنك المركزي التركي ذاهب إلى الانهيار لا محالة، ذاهب إلى الانهيار لا محالة في الفترة القادمة. كل هذا تحدثنا عنه مطولا خلال السنوات اللي فاتت، وشايفين أنتم حتى هاي الأمور البسيطة اللي تحدثت فيها بدأت تتحقق على أرض الواقع. طبعا اليوم شفنا أيضا موافقة زيلينسكي والحكومة الأوكرانية على إيش؟ على العقود بالنسبة لأشباه المعادن والموصلات اللي تحدثت عنا بشكل كبير جدا، والصراع العالمي اللي موجود عليها.